مكان وابنك شاف لعبه وشبط فيه وانتوا كنتوا متفقين ان هو بيحوش علشان هيشتري عجله، تعملي ايه؟ طيب ايه رايك نصورها لما نروح نتكلم في الموضوع ده ونشوف هنعمل ايه؟ ده هيعلمه ان مش كل حاجه بنشوفها وبنتمناها ونطلبها لازم تجيلنا في لحظتها، وكمان هيعلمه اننا ابدا ما ناخدش قرار لما تكون مشاعرنا عاليه قوي، لان ساعتها الاختيار بيكون بس مبني على المشاعر اللي اكيد هتتغير بعد شويه. عايزه افكرك اننا لو جبنا اللعبه دي هتضطر تبدا تحوش من اول وجديد عشان تقدر تجيب العجله اللي كان نفسك فيها. هل انت موافق على الكلام ده؟ ما تقوليش انت الحل، سيبيه يفكر ويصارع ياخد هو القرار، لان ده اللي هيدرب مخه انه يفكر قبل ما يتكلم، يبقى عارف نتيجه اختياره وهيقدر يستحمله ولا لا. ومع ان انا عارفه، انت عارفه الراجل اللي بيبيع لنا اللعبه عارف انه بعد ما يختار اللعبه ياخدها ويروح بيها البيت ويلعب بيها 10 دقايق هيقعد يعيط ويقول لك لا مش هي دي اللعبه اللي انا كنت عايزها. شاركوني في التعليقات بتتصرفوا ازاي لما الطفل يجيب الحاجه اللي وبعدين يقول انه مش عايزها، ان مش هي دي الحاجه اللي كان نفسه فيها.